نهايتك على يد جزائري بإذن الله. طيب أقسم بالله العظيم سوف تكون نهايتك على يد جزائري. صافي تمام. اهدأ شوية. أنا أثير الفتنة. طيب أنت قل لي ما هو ضد الفتنة؟ طيب أنت تنشر المحبة والسلام أنتم مثلا بطريقتكم. الجزائر، أنا تونسي والجزائر هي تونس وتونس هي الجزائر. لا شنو لا فرق بيننا، لا فرق بيننا. نحن توانسة وانتم كراجلة ما كانش لأجندة صهيونية. يا خياط دقيقة يا أخي اصبروا يا أختي يا حبيبي يا واعي اسمعوا دقيقة اصبروا. طيب لا تقول شيء، هم فعلا هم توانسة وأنت جزائري يا أخي، لا تخلط أحد ولا أحد. قل لي أنا لحظة يا خياط، اصبروا. ما هو لكم أنتم إخواني في تونس ستأخذوا الميكروفون. قل لي يا أنت، هل تستطيع أن تقول لي أنت أنكم بطريقتكم هذه يا أخواننا في الجزائر، سواء طريقتكم مع المغاربة أو طريقتكم مع التوانسة، أنتم تبعدون الفتنة وتنشرون؟ أنت جئت من اليمن، ما عليك مني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يا أخي ومن بريطانيا يا أخي عليك مني لأجل الصهيونية. وأنك الآن تسكن. تعلم نحن نعلم أنك ستأخذ فلوس من المخابرات المغربية. كلنا نعلم ذلك. هذا كلام قديم. كلنا نعلم ذلك. الشرعي أقسم، أنا عايش في أوروبا، أقسم بالله العلي العظيم لو أكملت على هذه الطريقة سوف تكون نهايتك على يد جزائري بإذن الله. وأنت رأس الأفعى، ومن قتلك فهو يأخذ أجر عند الله بإذن الله. هذه ليست أنت مسيلمة الكذاب. هذا العصر. لحظة. تصفيك وتصفي أمك وتصفي الصهيونية. هذا كان ابن شهيد وقلب ابن حركيثي دقيق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي واحد طيب. يطلع تونس نفسها تونس ولاية جزائرية، تونس جزائر. طيب لحظة أختي إيش اسمك؟ ما اسمك؟ عفيف والله العظيم شيء نقد معاني فيهم تو. طيب اسمعوا، خلونا نسمع الأخ سوسة العالمة لأنه انتظر طويلا، وبعدين الخياط، بعدين سد المايك. مرحبا بكم إخواني التوانسة. خلونا نفك هذا المعضلة الذي نحن فيها. تفضل يا سوسة العالمة. لا بأس أخي أسعد. على أي أنا سأتحدث في صلب الموضوع. الشخص الذي صورته وراءك هو اليوم موسوعة وأسطورة في التعليق الرياضي. أنا كمتتبع لكرة القدم عرفته منذ أيامات شبكة أوربيت في التسعينات. بعد أوربيت انتقل إلى ART راديو وتلفزيون العرب، ثم إلى الجزيرة الرياضية التي صارت الآن بين سبورت. رغم كثرة المعلقين وكثرة المدارس من غربية وشمال إفريقية وخليجية وشامية، لم يستطيع أحد أن يتبوأ المكان التي تبوأ هذا الشخص. هذا كل هذا الاسطوانة لأنه مدحكم يا مغاربة. شوف لأنه مدحكم يا مغاربة. اسمع لي. أنا زرت الكثير من الملاعب العالمية. زرت متحف، لأن في أوروبا كتعرف كاين ملعب وحده المتحف. زرت متحف الإنسان. لا خلينا في الموضوع. شوف أنا زرت متحف برشلونة في الكامب نو، زرت متحف ريال مدريد في البرنابيو، زرت متحف البايرن في الأليانز أرينا، زرت متحف باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء. هادو 4. وزرت متحفي بنفيكا وسبورتينغ لشبونة في لشبونة. هل تعلم بأن المقاطع الصوتية التي تمرر في هذه المتاحف فهي بصوت عصام الشوالي؟ الله هذه شهادة حية. لا أنا أعتقد أني بصوت حفيظ دراجي، بس أنت بتغلط. الله يهديك. شوف هناك مقاطع صوتية من لقاءات كأس العالم والتشامبيونز ليج والبطولة الإسبانية والألمانية والفرنسية. إنجلترا ما زرتها باش ما نكذبش عليك، كلها بصوت عصام الشوالي. هذا كيبين لك الإشعاع والمكان التي وصلها هذا الشخص.
انا منذ ملي صارت هاد الزوج. طيب ماذا قال عنكم ايها المغاربه حتى تثور على هذه الدائره؟ انا نقول لك منذ ملي صارت هاد الزوبعه مشيت واحد البودكاست ديال عصام الشوالي وسمعت لي ماذا يقول. سأله الصحفي لو لم تكن رياضيا ماذا كنت ستكون؟ شنو أجاب يا أسعد؟ قال لي كنت سأكون مؤرخا. وهذا الاهتمام اللي عند عصام الشوالي بالتاريخ فهو ينعكس على تعليقه. هو لا يصف فقط المقابلة يا أسعد، بل لديه خلفية تاريخية عميقة ويعرف قيمة التاريخ وقيمة الشعوب التي لديها تاريخ. وهنا مربط الفرس، أنه عندما يعلق على لقاءات المنتخب الوطني يميل إلى المنتخب الذي ينتمي إلى بلد عريق، يعطي لكل ذي حق حقه. شوف هل تعلم؟ والله تعليق خطير، هذا تعليق خطير جدا. شوف انا كنقول لك انا متبع السيد من التسعينات، هذا الشخص الذي وراك انا كبرت معاه. انا كنت اتابعه وانا طفل ذو 10 سنوات، الان عمري 45 سنه. انا كبرت معاه يا اسعد هذا الشخص هذا. لذلك انا قلت لك بانه موسوعه، وبما انه عنده ديك الخلفيه التاريخيه فهو يعطي لكل ذي حق حقه. علاش الجزائريين اطاروا هذه الزوبعه؟ لانه هو المعلق الأكثر إنصافا فيما يسمى بالوطن العربي. يعني لأن بالنسبة للمالكة للحقوق كتعطيك اختيارات، كيكونوا غالبا معلقين، معلق من بلد المنتخب الذي يلعب ومعلق محايد. عندما يكون عصام الشوالي هو المعلق، أغلبية المتتبعين ينصتون لعصام الشوالي. لكنني لاحظت أنه ربما أنه سبب الهجمة أنه ذكر القفطان. هذا فقط تمهيد باش نقول لك سبب هذه الزوبعة التي صارت. أنت تعرف، أنت راه معنا في تيك توك منذ سنوات، وتعرف حجم الإنفاق والاستثمار، استثمار النظام الجزائري في هذه البروباغندا، في الثليج والطاجين وما إلى ذلك. المقدسات هذا أصبحت مقدسات عندهم، أصبحت مقدسات يا أخي. يعني دابا هذا الأخ الشوالي مس المقدسات في الدولة هذه، مس المقدسات وهدم بروباغندا اشتغل عليها النظام الجزائري منذ 2019. راه الذباب الالكتروني الجزائري، وانت راه كيجيو عندك اللايف ديالك وكتشوفهم في لايفات اخرى، همه بما انهم عديمي تاريخ وعديمي حضاره، همهم الوحيد هو الاستيلاء على كل ما هو مغربي من جهه الغرب الجزائري الحالي والشرق المغربي، ثم كل ما هو تونسي من جهه الشرق الجزائري الحالي والغرب التونسي. أقول لك حاجة يا ولد يا سوس العلم، ما شاء الله عليك، قسم بالله العظيم أول واحد، وربما بعتقد ربما ستكون آخر واحد الذي وضع يده على عمق القضية. أنه ما هو قضية أنه مدح المغرب فقط، مثلا لو مدحهم في أشياء أخرى كان مشوها له معلق ويعلق، لكن أن يأتي ويقول البسوا قفطانكم وانظروا إلى زليجكم وكلوا طاجينكم هنا ضرب كما قلت أنت في بروباغندا. وأين كاس العالم؟ تخيل أنت لما يترجم الموضوع ويترجم كلام الرجل إلى الزليج مغربي وقفطان مغربي، والإخوة في الجزائر صار لهم سنين يقولون أن هذه الأشياء ديالهم. إذن الرجل هذا ضربهم في الزيرو، والقضية كبيرة، يعني ماش قضية أنه مدح المغرب وكفى. لا، هذا هو مربط الفرس. وهناك كلمة أخرى أكثر وقعها أشد على النظام الجزائري وأتباعه، عندما يقول المغرب بطل إفريقيا. لا، قال عبارة سواء شجعتم المغرب أم لم تشجعوه سيجبركم أن تروه في القمة.
وحتى بطل إفريقيا، لأن المغرب الآن بقوة القانون بقرار من الكاف ايوه، وقال رغم ان الموضوع لم يحسم. بطل إفريقيا. افريقيا. هذه كذلك بروباغندا جزائرية يبخسون في كل ما هو إنجاز مغربي. فيأتي هذا الشخص بكلمة واحدة عندما يقول بطل إفريقيا، فأنت تعلم حجم التوتر الذي يسببه في العالم الآخر. هذا هي تحليل ديالي المتواضع. أنا أولا مش متواضع، بالعكس أنت وضعت يدك على المسألة كاملة، بارك الله عليك. طيب، هل تستطيع علشان نعطي الإخوة التوانسة إذا عندك تفسير؟ أنا رأيت ربما إخواني التوانسة، اسمحوا لي والله العظيم، الخياط، عفيف، رفيف، كلكم، الأخت الكريمة، وحتى عبد الملك، كلكم مدينة المهدية، كلكم إخواني التوانسة، في نوع من التجرؤ على تونس والتوانسة. اليوم الجزائري هكذا نفش ريشة زيادة عن اللزوم، وانتم تعرفوهم انهم يعني اذا وجدوا سوق فاضية بيدخلوا فيكم اكثر، اذا لم يجدوا من يردعهم ويوقفهم يتوغلون ويتمادون وكذا. انا ملاحظ انه في نوع من انواع التحدي الهاجر. على الاقل انتم كمغاربة عادوا يحسب انك سترد وستردون، وحتى التوانسة ما شاء الله عليهم، ماذا أقول، كتيبة، معسكر ضخم من هذا الخيط وحده. والله ما يكفي المراد يقول هذا ما يسكته. ما يسكته جيش كامل هذا وحده. لكن بدأوا يتلذذون هكذا، يعني عندما يأتي واحد ويمزق الورقة يا أخي في الإعلام. وأنا قلت للأخ التونسي الذي قبل، رئيس الدولة، رئيس دولة الجزائر نفسها يتكلم وكأنه وصي على تونس، لن نترك تونس، تونس في حمايتي، أنا سأحمي. إذا كان هو بطريقة غير مباشرة يمتهنها وهو لا يدري. من قال أننا نملي على الجزائر، على تونس؟ وهو أصلا يعلم أنه كان يقول أنا أملي عليهم. في برلمانهم يقول أحدهم تونس ولاية جزائرية، معلقهم الرياضي يمزق الورقة ويقول هذه تونس وإحنا هذولا كلنا في نوع، في إشارة إلى هكذا. وهلم جراء هذه الجرأة. وأيضا السؤال هذا مطروح للخياط وبقية الإخوة الذين سيتحدثون بعدك أنت، ما الذي جرأهم عليكم؟ علي واضح عليهم وليس علينا، على الإخوة التوانسة. نعم. أنا وأنتم حتى أنتم تجرأوا عليكم، لكن نحن ما أدري، أنتم كمغاربة قد عندكم مناعة مع كثر هذا، قد عندكم المناعة تقريبا. ما أدري الإخوة التوانسة عادهم بادئين في هذا المشكلة وما أدري دارين من أين تؤكل الكتف أو كيف، الله أعلم. تفضل يا أخي وبعدين نعطي الإخوة. هذا أمر لابد أن تعلموه جيدا. إذن كما قلت لكم، الإخوة الجزائريين الطالبين للحديث، مع احترامنا وتقديرنا للمؤدبين فيكم، نحن قبل أن نسعدكم نبحث في هوياتكم، في أنتم من أبناء الحركة ولا من أبناء الشهداء، أنتم مؤدبين ولا لستم مؤدبين. ما نقدرش نطلع أي واحد بشكل مباشر إلا من نعرفه، لأنه بصراحة أخلاقكم فاسدة، وبالتالي نحن لسنا نحاول أن نتحاشى أن تسمموا آذان الناس بألفاظكم البذيئة، وخصوصا أنهم يروننا أسر محترمة في كل البيوت. تحية للأخ عصام الشوالي، وتحية لإخواننا في تونس جميعا. الدعوة خاصة لإخواني التوانسة طبعا، وأنتم أيها المشرفون نقحوا وأصعدوا لنا الإخوة التوانسة أولا. بسام، أنت سقطت علينا في اللايف السابق، تفضل يا بسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما كان ليش يعني نصيب اني اشارك في البث الاول. للأسف الشديد. على العموم كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. انا بخير، كل شيء تمام والحمد لله. قل لي كيف تعليق عصام الشوالي، يعجبك؟ عصام الشوالي يعتبر من افضل المعلقين العرب. عصام الشوالي هذا علق لمنتخب الأمل حقنا في 2003 في كأس العالم. قال عنا شيء، قال عن أهل اليمن شيء.
علق أيضا في كأس الخليج اللي كانت في السعودية، يتكلم عن اليمن والعسل اليمني والحضارة. بالله عليك، يعني هي طبيعته هكذا، يعني يذكر الناس ولا هكذا؟ ليست لأنه ذكر المغرب وزعلوا الإخوة الجزائريين، مدح في المغرب وقال كلاما طيبا عن المغرب، فشنت ضده حملة ما زالت إلى الآن. هذا يعني يعتبر رأي، والمعلق لازم انه يقدم هذا الشيء ويذكر حضارة اي دولة عربية ومميزاتها، فهذا شيء طبيعي. طبيعي. ومن من المعلقين يعجبك الآخرين؟ عصام الشوالي قلت لك يعتبر من افضل المعلقين العرب. ايضا معك اليمني الان يعتبر من افضل المعلقين. معنا واحد يمني. نعم. ما اسمه؟ هو حضرمي اصلا، يمني. على فكرة أنا أصلح معلق يا بسام، والله لا أخلي المباراة تولع. طيب سمعنا تعليقك الآن. والله لو تشوف أنا أعلق لا إراديا. أيوة ويلي والله لو تسمعني، أنا أصلح والله أي حاجة فيها كلام أنا أصلح لها. أهم شيء ما تقول شو. لا هي أو لا با. معانا الآن معلق يمني. المعلق اليمني يعتبر الآن من المشاهير في العالم العربي، حسن العيدروس. حسن العيدروس، أيوة، هذا من حضرموت أو من عدن. نعم، يمني حضرمي. الحمد لله أنه معنا معلق لا يفكرون التعليق، هذا عملية صعبة. ما هذا يعلق لك نهائيات أوروبا، يعلق لك مباريات كبيرة في بين سبورت. يعني يعتبر هو الآن يعني تقريبا قريبا بيعتزل عصام الشوالي والحفيظ، ويعتبر هو بعدين نمبر 1. ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد إن شاء الله. أنا إن شاء الله يمكن أتقدم إلى أني أصبح معلق رياضي. والله العظيم أن أنا أصلح يا صاحبي، أصلح مزيان. علق وبعدين كان دخل في التعليق من حقنا اللهجة اليمنية كلمة 3 حال. يا جنة من هذاك، يا جنة إن سيرتها يا صاحبي بالله كذا. ركنية ضاعت يا عيبان وهذا اللحم. الله لا روحك، الله لا وداك، يخرب بيت أم فرق. الله يحفظك يا أخي بسام. اسمح لنا يا أخي، المباراة اللايف السابق ما أدري كنا نطلعك وتنزل ما أدري إيش حصل لك. أنا والله يا أستاذ إنه حزينين جدا لو خروج المغرب، وخلاص ما تخيل ما عاد اهتميت انا وانا صانع يعني محتوى رياضي، ما عاد اهتميت بكاس العالم. قبل شوي بيتصل لي صديقي بيقول لي هيا نروح اليوم بيلعب الارجنتين وبيلعب. قلت كيف اليوم؟ قال والله اليوم. وجب سر في الجدول انه بيلعبوا اليوم بعد منتصف الليل والارجنتين الفجر. خلاص ما عاد اهتميت. والله مو صدق، احنا كلنا كنا نتابع المغرب الكاس بنكهة المغرب. ايوه، خرج المغرب كلنا سهلنا، حتى ما عدنا نسأل متى المباراة ومن سيفوز ومن سيذهب، ما عدنا نسأل نهائيا. والله جانا ملل. وعلى فكرة هو كان شوف الفائز هذا لايف إرهابي يحرض على صفقوا لا برجيلكم. ايوه. طبعا يا استاذ اسعاد، الفائز من مباراة فرنسا والمغرب هو بطل كأس العالم. لو كان المنتخب المغربي يتجاوز فهو بطل. فرنسا لفاز بالكأس. فرنسا هو الفائز الآن، مستحيل حد يشيل لها غيره. خرجوا والله يسهل يا أخي، هذه هي الرياضة وهذا كأس العالم. أنا أعجبني المنتخب الإسباني، أمس شفته أمام بلجيكا يا لطيف، كيف بيلعبوا أمانة، تقول إنهم مثل هذولك الأتاري يا أخي، ولا غلطة. حال الأتاري ولا غلطة، منسجمين بشكل بلاي ستيشن، والله مثل البلاي ستيشن. أيوة. ما شاء الله الله يلا نكمل كلهم من مدرسة برشلونة. كلهم من مدرسة برشلونة وريال مدريد، كلهم شباب ولاعبين ممتازين. طبعا قريبا أنا بعد كذا 2-3 أتوقع أو إنه المنتخب الشباب المغربي اللي يفوز بكأس العالم سيكونوا متواجد، وسيكونوا هذا الشباب كلهم متواجدين في البطولات القادمة، ويكون لهم أثر كبير خاصة في كأس العالم إن شاء الله. إن شاء الله. تحياتي يا بسام. إخواننا الجزائريين اصبروا معنا شوي، اصبروا معنا، أنتم متعودين على الطوابير، اصبروا شوي، الله يرحم لكم الوالدين، اصبروا. شكرا يا بسام، شكرا. الأخ تفضل يا أخينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أسعد، مرحبا وأهلا وسهلا. حياك الله أخي العزيز، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. مرحبا. حياك الله. ما اسمك الكريم؟
محمد يا اخويا، محمد، انا من تونس. محمد من؟ سلمي. ابن تونس، ابن تونس. محمد ابن تونس، مرحبا يا محمد، تفضل. الله يسعدك، بارك الله فيك. يعني يمكن راح تضحك شويه يعني انا كمتابع لكره القدم يا اسعد، يعني حقيقه وهذه يعني حريه شخصيه. انا يعجبني حفيظ الدراجي اكثر من عصام الشوالي حقيقه، يعني بتعليق رياضي. انا لما تكون مباراه يعني قويه وتكون بين سبور يعني عندها يعني صوت دراجي وصوت شوالي، انا حقيقه كشخص، انا كمحمد بن تونس نحب يعني يحمسني في حفيظ دراجي اكثر شويه حقيقه. ولكن يعني عصام الشوالي هو يعني يمكن يكون نمبر 1 يعني على مستوى التعليق، يعني الاحصائيات وكذا يعني، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بينوا يعني في كل مره انه هو يعني اون تيد ليست، يعني في اول القائمه يعني على مستوى التعليق. اما طيب ليس موضوعنا تقييم المعلقين، انت فقط خبرني لماذا الهجمه التي ضدها لي. ايوه انا داخل معك اخوي في الموضوع، انا داخل معك، اصبر علي اخوي اسعد. انا راني اتابع فيك من قبل اسعد، يعني من القديم، من القديم جدا ولكنها ما شاء الله عليك، يعني منصتك يعني انا احترمها، يعني انت تفتح المجال للكل. اذا كنت يعني هذه محتوى اللايف، هذا هو التيك توك يا اخوي، وانت فاهم لعبه التيك توك، فانا احترم هذا اللايف حتى ولو نتكلم يعني مع الاخوه في لايفات سياسيه اخرى. انا ما عندي مشكل مع لايف اسعد شرعي، ايش عمل اسعد شرعي؟ يفتح المنصه للكل، يحترم الكل، اتكلم في الموضوع واخرج على نفسك. شو يعني اسعد شرعي معروف، يعني انت عندك الحظ اصلا جيت تتكلم مع السيد اسعد يعني والله حياك الله اخي. والله شوف احنا رانا توانسه اخي اسعد، والله لا عندنا مشكله، انا نعرف يعني عقليه الشعب بتاعي، والله لا عندنا مشكله لا مع الجزائريين لا مع المغاربه، نحب كل الناس، لا مع اليمنيين السعوديين، كل العرب نحبهم. وكان يعني في نظام زين عبد المنعم، يعني الحقيقه كان في توازن، يعني على مستوى العلاقات الخارجيه كانت معناتها تونس لا تحشر في الزاويه. يعني اليوم انت تعرف يعني على المستوى السياسي تونس يعني كانها يعني في ضعف شويه معناتها وتعرف صارت ثوره وكذا، يعني ف يعني هالسلطه السياسيه، السلطات السياسيه اللي تتعاقب على البلد، يعني كل واحد عنده المانج نتاعو. عملنا تجربه ديمقراطيه فشلت يعني وكذا والتو اخويا انا اريدك ان تدخل في الموضوع. عصام الشوالي التونسي يتعرض لهجمه من السب واللعن، اولهم راس الحلوف قاعد يسب عليه فقط لانه تونسي، قال كلام. انا شوف يا اسعد راني متابع مواقع التواصل الاجتماعي واصبحت يعني تؤثر حتى على الشباب وكذا، فيعني لابد عليه الانسان ان ينتبه من الكلام اللي يقوله، خاطر يعني خاصه كيف تفسر يا اخي؟ طيب اسمح لي كيف تفسر؟ موجوده خدمه اخويا، انا نقول لك موجوده موجوده خدمه معناتها للاثاره الفتنه، يعني في موجوده خدمه، هذه خدمه دول وخدمه مخابرات وكذا، وانت تعرف الشان السياسي ومطلع اكثر مني. معناتها اصبحت يعني مواقع التواصل الاجتماعي هي اكثر تاثير يعني من انك تستعمل وسائل اخرى لضرب معناتها صوره. يبدو يا محمد انك تتهرب من صلب الموضوع وتريد. يا اخويا انا شوف يا اسعد، انا وخياني الجزائريين نحبهم على الاخر، ولكن راني نحبهم يا اخينا محمد، الله يرحم ابوك. اسمعني لانه انا عندي موضوع معين. انا كمتابع للشأن في شمال افريقيا لاحظت بل واضح بدون حتى انك تبحث ان هناك جرأة جزائرية على كل ما هو تونسي. يعني ابسط طفل اليوم في الجزائر يجيبك ويجيب رئيسك ويجيب هويتك وتاريخك، ما عادوا يعاملين لكم حساب اصلا. يا اسعد موجود، شوف موجود هذه اللايفات، تفتح هذه اللايفات. انا يعني في التيك توك هذا يعني دخلت حقيقه يعني مناصره الاخوان المستضعفين في قطاع غزه، يعني وليت تحشرت في المغرب العربي، رجعت الاصلي. موجود اللايفات توانسه اللي يفتحوا في الجزائريين والجزائريين يفتحوا توانسه ما همش ملائكه، يعني حتى هم كان نشوف اللايفات نتاعهم يعني عندهم يعني كم من نفر مشهور، هذوما يعني مرعبين الاخوه الجزائريين في التيك توك يتكلموا في كل شيء، في التاريخ وبالدليل وكذا، وما تنجمش معناتها تدخل معاهم في الخصوم. موجود توانسه معناتها يتكلموا على هذا الشأن، يعني موجود اكيد راهم فتحوا لايف معناتها، ولكن في لابد ان تكون فيه معناتها في اخلاق في الخصومه. يعني لا اصبر انا شوف، انا يا اما انني اقحمك في النقاش او انك يعني اذا رايت انك ربما ستحرج ما في داعي، لانه ضروري الجرأة عندي انا عندي ضروري جرأة. انا هذا الدبلوماسيه ما تجيبش نتيجه. لا شوف يا اخي اسمع، تفضل اسمعني. حتى على المستوى الرسمي يا اخوان المشرفين، في طالبين ميكروفون جزائريين كثر.
أنا أرحب بجميع الجزائريين المؤدبين، لكن انتبهوا هذه أسماء جديدة اليوم، ربما تكون من الذباب الذي يلاحقنا. مرحبا بالأخ الجزائري وبالأخت الجزائرية والذي سيتحدث معنا باحترام وتقدير. هذا المجال مفتوح للكل، لكن اسمحوا لنا شوية لأنه هذه الأسماء لا نعرفها. أنا مؤقتا لن أصد إلا من أعرفه منكم أيها الجزائريين، أو ممن يأتي يزكيه واحد أعرفه. غيركم اسمحوا لنا، بعدين بنجربكم على واحد ننزل الأخ التونسي وبعدين نصعد لعل وعسى نجد فيكم ناس يقولون كلاما طيبا في الإخوة في تونس. شوف اسمعني مجاني يا أخي، وهذه آخر مرة سأطرح عليك المحور هذا. رسميا بيطلع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون يتكلم عن تونس وكأنها قاصر، يتكلم عن تونس وكأنها دولة ما تهش ولا تنش، ويحسسك في خطابه أنه لولا هو بتضيع تونس، ما احنا تاركينها، سندافع عن تونس. عمرنا ما نحن لا نملي على تونس، وكأنه يدعي ما يقول. تونس عندي أنا، تونس في بيتكلم بطريقة غير مباشرة، يبرز وصاية عليكم كتوانس. هذا رئيس الجمهورية الجزائرية. أما مجلس النواب ففي مجلس نوابهم من قال أن الجزائر ولاية، أن تونس ولاية جزائرية. في إعلامهم هناك من طلع واحد وقال هذه انتو وهذو لهم، وأنت تعلم هذه الحركة في التيك توك، في الفيسبوك، في التعليق، في نوع من الانتقاص ونوع من الجرأة. هاي طلعت واحدة قالت راحت تقدم على إقامة، عطوها جنسية. حتى جنسيتكم بدأت مثار سخرية ومثار أنه جنسية أصبحت رخيصة، يعني بمعنى أنا رايح الإقامة، تفاهمت معهم، دفعت لهم حاجة، أعطوني جنسية، وكأنك اشتريت مطيشة. أنت إذا أنت تونسي ولا تلاحظ هذا التعالي الجزائري عليكم، والجرأة والتمادي كأنه وجدوا لهم سوق فاضي، ما حدا قمعهم، ما حدا رباهم، ما حدا وقفهم عند حدودهم. أنتم ملاحظين هذا الشيء إخواننا في تونس ولا مو ملاحظين؟ ما إذا أنتم مو ملاحظين هذه مصيبة كبيرة. تفضل كمل. شكرا. شوف خويا، تونس راهي يعني بشعبها، والشعب التونسي يعرف نفسه، معناتها ريت الكاليتي، معناتها عقلية التونسي يفهم كان التونسي اللي كيف خويا. واحنا رانا ما نقبلوش شكون يتعدى علينا، واللي يتعدى معناتها على معناتها على مبادئ